السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي وقناتكم شهوة نت. اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نشارك معكم حلوة الهلال، حلوة سهلة اللي كتجي هشيشة ومقرمشة وبنينة بزاف كتذوب في الفم. مكونات سهلة واقتصادية وبكمية كثيرة. كنتمنى تكملوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير. فضلا الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش لايك وتبارطاجيو مع اصدقائكم لتعم الفائده. نبداو بسم الله على بركه الله. عندنا 200 غرام من الزبده. انا استعمل زبده العلب بدرجه حراره المطبخ، رشه ملح لتعديل الذوق، كيس من نكهه الفاني. يمكن لكم ديروا قشره البرتقال او قشره الحامض، تتخلي الحلوه ديالنا تجي لذيذه بزاف. نضيفوا كاس وربع من السكر. بالنسبه للسكر تقدروا تضيفوا حتى الكاس ونصف. انا تنبغي الحلوه تكون ناقصه من الحلاوه، اكتفيت بكاس وربع من السكر. غادي نخدموا السكر مع الزبده مزيان. بعد ما خدمت السكر مع الزبده غنضيف ربع كاس من الزيت. غادي نخدموا الزيت مع الزبده مزيان حتى يدخل الزيت مع الزبده، وحنا تنخلطوا غير باطراف الاصابع. بعد ما خلطت الزبده مع الزيت غادي نضيف بيضتان بدرجه حراره المطبخ. غادي نخدموا البيض مع الزبده مزيان حتى نحصلوا على خليط كريمي. دائما وحنا تنخلطوا غير باطراف الاصابع. بعد ما خلط الزبده مع البيض غادي نضيف 2 ملاعق كبار من النشا تتخلي الحلوه ديالنا تجي هشيشه. 200 غرام من كاوكاو محمر بقشور ومطحون، يمكن لكم تعوضوه باللوز او القرقاع. خلطوا المكونات جيدا ثم نضيف النواشف دقيق نوعية جيدة. خمارة من فئة 8 غرام. بالنسبة للدقيق الكمية اللي دخلت 550 غرام. تتبقى الكمية على حساب نوعية كل دقيق وعلى حساب الحجم ديال البيض اللي استعملته. ممكن تدخلوا حتى 650 غرام ديال كل نوعية وعلى حساب. تنبقاو ندخلوا الدقيق شوية بشوية وحنا كنخلطوا ما نعجنوهاش، ندخلوها هكا باطراف الاصابع. بالنسبه للدقيق ما تضيفوش دفعه واحده، ضيفوه تدريجيا. العجينه تجي شاده راسها ما تجيش مرخوفه. القوام ديالها تيجي بهذا الشكل، تجي مرمله. بالنسبه للدقيق هالكميه اللي دخلت هادشي اللي تبقى لي. صافي هنايا خديت نصف الكميه وضعتها ما بين 2 بلاستيكات وغادي نبسط فيها باستعانه المدلاك. السمك العجينه ما يكونش رقيق، خاصها تكون غليظه شويه على عجينه صابلي. خديت كاس باش غادي نقطع، كاس صغير. يمكن لكم تاخذوا طابع. هاد الحلوه تجي قياس واحد. هانتوما شوفوا السمك ديال الحلوه ديالنا كي تجي على هاد السمك. مازال غادي ندخلوها الفرن وغيتضاعف الحجم ديالها. هاد الهلاليات خص السمك ديالهم يجي غليظ شويه على هاد الشكل. الا جاكم شي هلال غليظ بزاف ما تعاودوهش، نقصوا منه شويه بالكاس حتى تحصلوا على الحجم اللي نتوما بغيتو. صافي هنايا غنستمر بنفس الطريقه وانا تنقطع حتى نكمل الكميه اللي عندي. خديت صفيحه ديال الفرن وستفتهم. ناخذ بيضه كامله بدرجه حراره المطبخ ونخفقها بقطرات من الخل او قطرات من الحليب. ندهنو 3 أو 4. اللي دهناها نزينوها. للتزيين عندنا كاوكاو إيفيلي أو اللوز إيفيلي. اللي دهناها نزينوها. إلا دهناهم كاملين وعاد زيناهم داك البيض تينشف وكاوكاو ما تيقبطناش، لهذا اللي دهناها نزينوها. بعد ما زينت الحلوى كاملة شعلت الفران مسبقا وغادي ندخلها للفرن.
بعد ما خرجتها شوفوا ما شاء الله كي تتجي رائعة باللون موحد. استوتها في صينية تقديم. هاد الحلوى اللي زوين فيها تتزين دفعة واحدة قبل ما تطيب وتجي راقية بكمية كبيرة، تجي هشيشة. شوفوا ما شاء الله. كما عودتكم نقطع معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. كنتمنى الوصفة تنال اعجابكم وتجربوها وتخلوا لي الاراء ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله ووصفة جديدة.